والله يا أخ علي ما لقيناه، فص ملح وذاب. يقول دورنا ما لقيناه. أنا أبغاكم يا جماعة الخير تحاولون تفكرون معي إيش وضع هذا الرجال. أنا بقول لكم تحليلي وأنتم أعطونا تحليلكم. أنا أتوقع والله أعلم أن هذا رجل ساحر، لأن مواصفاته الشكلية، الرائحة، الخواتم، وموضوع اللون الأسود هذا اللي على أظافره، هذا يعطيك مؤشر. أيضا من الأشياء اللي تعطيك مؤشر أنه لما مر من عند العسكر غير شكله. هل هو يستطيع تغيير شكله حقيقة؟ لا، هو يستطيع أن يعمل سحر التخييل. سحر التخييل مثل الذي عمله سحرة فرعون عندما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس يشوفون الحبال والعصي أنها حيات وحيوانات، وهي في الحقيقة عصي وليست حقيقة. الحية الحقيقية كانت مع موسى، لأن موسى يمتلك المعجزة ما هو السحر. فهذا الساحر كان مستخدم سحر التخييل. بتقولوا لي ليش؟ أنا وجهة نظري ليش؟ لأنه مر من عند نقطة تفتيش، ولا يبغى العسكر يعني يستوقفونه أو يطلبون بياناته أو يتحققون منه، وبالتالي فلت من العسكر.